نبدأ نفتح الايه الكيرلي براكتس الخاصة بالماب، لان انت لو جيت هنا هتلاحظ ان هي ماب سترينج ودايناميك، وده المنطقي لان انت بيكون عندك كانتري وعندك الفاليو، عندك الاي بي اي كي وعندك الفاليو، وده طبعا من لغة البرمجة دورت ملهاش اي علاقة بفلاتر. تعالى دلوقتي جوه الكيرلي براكتس دي نبدأ نضيف الاي بي اي كي، وطبعا ده الاي بي اي كي بتاعي هو هاخده كوبي وابدأ اضيفه هنا، وابدأ اقول له انا برضو عندي واحدة كمان، ما هي مش واحدة بس، الكويري بارامتر عندي اي بي اي كي وعندي الكانتري، هقول له هنا كانتري دوت دوت ونبدأ نديله اليو اس مثلا بالشكل ده. يبقى دي نقطة لازم تاخد بالك منها كويس جدا، ان انا لما اجي اشتغل مع ال HTTP ما ينفعش تيجي تقول لي اللي انا هعمل سترينج كده واحط فيه اليو ار ال بالكامل اللي هو ده بالاي بي اي كي بقى بالكانتري بكل حاجه، مش هينفع تعمل كده. لازم تستخدم الكلاس الخاص باليو ار اي ده، فاكتوري كونستراكتور بيريتيرن ليك نفس الانستنس الخاص باليو ار اي، ولكن هو مسؤول عن كونكات اليو ار ال بالكامل. يعني انت هنا مش مضطر تحط في البيز يو ار ال اتش تي تي بي اس